سلام سلام، اليوم إن شاء الله راح نشارك معكم بوراك العجينة التركي. كاس حليب دافي، ملعقة كبيرة سكر عادي، ملعقة كبيرة خميرة الخبز. خلطوا المكونات جيدا، ربع كاس زيت، نخلطوا جيدا باش يتمزجوا المكونات. ملح، كل ما نزيدو مكون كل ما نحركو مليح. الفرينة نزيد بالتدريج، وكيما على بالكم الفرينة كل وحدة والنوعية تاعها، كاين اللي تشرب ثمثم وكاين اللي لا. على هذا قلت لكم بالتدريج، يعني نزيدو بشوية ونلمو نزيدو بشوية ونلمو حتى نوصلو للقوام اللي رانا نحوسو عليه. واكيد لازم نستعملو يدينا باش نلمو العجينة. غطيت عليها وخليتها تخمر في مكان دافي. بعد ما خمرت العجينة تاعي كما راكم تشوفوا طلعت الله يبارك، نحيت لها الخمير كما راكم تشوفوا ودلكتها شوية شوية. العجينة درتها على شكل حربوش، والحربوش درت فيه 8 كوريات كما راكم تشوفوا، درتهم كوريات وخليتهم يخمروا للمرة الثانية. نغطي عليهم ونخليهم يخمروا. الحشو اليوم حبيت نبدل شوية، درت السلق، درت شوية زيت مع ثوم سكرفشته، زدت عليهم السلق والملح كما على بالكم. السلق متكثرولوش الملح، ديجا هو يجي مالح بزاف. فلفل كحل وحطيتهم فوق النار، خليته يطيب ويذبل في غرضو. غير بدا يدخلو طياب زدتلو شويه ما، الماء هنا ماشي بزاف غير شويه ما سخون، باسكو كانوا عندي هذوك الاغصان تاعو شويه يابسين ماهمش طريين. زدت عليهم زيتون مقطع شرائح، وزدت عليهم فرماج، وخلطت المكونات مع بعض. ومن جهه اخرى كنت حضرت البيشاميل، راكم تعرفوها سهله في طريقه التحضير. زدتها من الفوق وخلطت ونقصت النار وخليتها تنشف شويه في غرضها. بعد ما خمرت العجينة للمرة الثانية بديت الخدمة تاعي كما راكم تشوفوا. جبت كورية من الكوريات، فتحتها مليح بالحلال. ما تخافوش العجينة ما تتقطعش وتجي خفيفة وتجي هشيشة ورقيقة بزاف بزاف، ما تخافوش، خدموا معاها وخدموا بها عادي. وكل ما تكون العجينة رقيقة كل ما يجي بوراك خفيف وهشيش. بعد ما فتحت العجينة تاعي درت لها طبقة من الجبن، واكيد الحشو اللي حضرته معاكم، وزدت لها قطع من الجبن من الفوق. بديت نلف العجينة تاعي على شكل حربوش. انا هنا استعملت 4 كوريات برك، و4 خبيتهم، انا 4 كفاوني على حساب افراد العائلة. وقسمته هكذا من الفوق ودهنتهم بصفار البيض، وزدت لهم مبشور الجبن من الفوق، ودخلتهم على الفرن اللي كنت ديجا شعلته مسبقا. هذا هو شكل بوراك العجينة التركي بعد ما خرجته من الفرن. وهذا هو البوراك في صحن التقديم. ان شاء الله الوصفة تكون نالت اعجابكم وتجربوها وتشاركوني رايكم في التعليقات. انا ما بقى لي غير نقولكم سلام.